النهاردة بقى تصوير عن النظافة وعن تنظيف الشفاط. شايفين الشفاط بتاعنا عامل ازاي من كتر الدهون المتكتلة عليه، بقاله شوية كتار قوي ما غسلتوش. وكان في الحيطة برضو، اللي في الحيطة ده الشفاط الأساسي بقى مش المروحة، ما شلتهوش من زمان من الحيطة، فأنا قررت بقى إن أنا هنضفه النهاردة. قلت هنضفه مع بعض، بس نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. جبت بقى مزيل الدهون ومسكته رشيت بيه كل الشفاط بتاعي بعد ما فكيته من الحيطة. طبعا ده الجهاز كله فكيته من الحيطة، وطبعا هو شكله كده ان هو يترمى، يعني ما عادش يشتغل تاني. بس انا بقى مسكته مسافة 10 دقايق بس، خليته زي الفل. بعد ما رشيت عليه بقى منظف كده بتاع الدهون، سبته لمدة 10 دقايق. شايفين بقى الدهون عاملة عليه ازاي؟ ما كانش حد متخيل ان الشفاط ده هيرجع تاني زي ما كان شاريينه جديد. جبت السلكة الخشنة بقى وقعدت فركت كل الدهون دي ريشة بريشة كده، واحدة بواحدة، لغاية ما خلصت ما شلت كل الدهون. طبعا انا حاطة مية سخنة على النار بتغلي في الوقت ده، انا حاطة مية على النار بتغلي. هفرك كل الدهون اللي انتوا شايفينها دي، وبعد كده هغسله بالمية السخنة، هيخليه بيلمع تاني زي الفل. وبعدين السلكة الخشنة دي انجاز بصراحة، يعني حلوة قوي مع الحاجات اللي زي دي. في تنظيف الحاجات اللي زي دي انا بحبها جدا، بتنضف لي الحاجة خالص. شايفين فرق ال3 ريش من اللي اتعملوا من اللي متعملوش؟ وانا هوريكم بقى دلوقتي. شوفوا انا حاطة فيها شوية مية سخنين كده في الطبق. هوريكم دلوقتي بقى ان احنا بفركه بسهولة جدا. شايفين الشفاط كان عامل ازاي من جوه من كتر الدهون المتكتلة عليه؟ همسكه بقى بالسلكة زي ما انتوا شايفين كده، وكل الدهون بتدوب معايا خالص من المية السخنة والمنظف بتاع الدهون. خلاص كده كبيت المية بقى ونضفت المية دي، وحطيت مية، حاطة مية سخنة تانية بعد ما غسلت كل الدهون وغسلت الريش وغسلت الغطا بتاعه من بره. وبعد كده بقى هشطفه برضو بمية سخنة عشان تدوب كل الدهون، واي حاجة موجودة على الشفاط هتشيلها خالص. رجع كأنه جديد. طبعا محدش يقول لي ان احنا هنركب الشفاط زي ما هو كده وهو مبلول. لا طبعا، احنا بعد ما نخلصه خالص كده ونشيل كل الدهون اللي عليه دي، هنسيبه بقى يتصفى كويس ونحطه في الشمس لمدة يوم كامل لغاية ما يتصفى كويس. وبعد كده بركبه تاني زي ما كان، بيبقى زي ما كمل او زي الفل. الحمد لله كده خلص الشفاط، هنسيبه يتصفى بقى. يعني فيديو سريع كده اللي نظافة الشفاط، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.